السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة وسعادة إن شاء الله الرحمن الرحيم. في هذه الأيام هذه راه كاينة عطلة الدراري مع الاحتفال نتاع رأس السنة، وهذا الدراري جالسين ووليداتي كاع جاو عندي، إوا حنا في الدار مجمعين ناشطين ماشطين الحمد لله. اليوم اقترحت نتقاسم معاكم طريقتي بسطيلة الدجاج. عندي هنا 4 نتاع الدجاجات اللي غسلتهم مزيان مزيان بالطريقة راكم عارفينها نتاع الحامض والملحة، وشليتهم مزيان وقطرتهم، وجيت هنا وديك البصلة واحد 4 كيلو د البصلة جبتها للكراج وقلت يلا هذا ما يحتاجش نضيق عليهم في الدار تماك ماشيين جايين وكيتفرجوا التلفازة، وجينا هنا للكراج. هنا في الطنجرة درت الزبدة، يعني خير الله الزبدة راه تكون عندي تما شي 350 تاع الزبدة. درت البصلة داكشي اللي غتقطع لي بنتي كرميه في الطنجرة، الملحة، البزار، السكينجبير والخرقوم. ودابا غادي نضيف القليل من راس الحانوت. هاد الطريقة هادي تاع البسطيلة هكذا كنت كدير لها ما وتعلمت منها وهكذا وبقيت هكذاك، كتجي لذيذة، ما عمرو بغيت نغير الطريقة ديالي. زدت واحد القليل من الماء غير باش نبدا نطلق فيها لقامة ونشحر شوية تاع القزبر ومعدنوس. هنا أغلبية القزبر قليل، أغلبية غير معدنوس، ما كانت كدير غير المعدنوس بوحدو صافي. ونبدا نشرمل فيه داك الدجاج، البوطاني شاعلة يعني عليه النار، يتشحر هكا شوية بشوية. هاد الطريقة هادي كتجيني أنا لذيذة. الدجاج حيدت لهم غير داك الصدر، اللي بغا يخليهم هكذاك مجمعين معليش، يعني يطيبوا هكذاك كاملين ويتحيدوا معليش، أنا درت لهم هاد الطريقة هادي. حيدت عليا نيت غادي ندير 2 دجاجات، راه عندي هنا لوفا 4 دجاجات كبار. ضفت القليل من الزيت وخليتها هكا تشحر بشويه عليها، فوقاش ما وجدات ليا بنتي البصله كنضيفها واحد المعلقه كبيره د القرفه، نسيت ما درتهاش في الاول، راني باقي عاد كنشحر ومازال البصله كنديرها. وهنايا ضفت 3 د الكيسان صغار سنيده، سكر سنيده. انا كنفضل دائما، هذه هي طريقتي، كندير سكر سنيده في الاول مع الدجاج، كيعطيه واحد المذاق خلاف على كي كيطيب بلا حلاوه، كتجي يعني ديك البسطيله الحقيقيه، واحد المذاق يعني رائع. في مره هكا كنشحرها مزيان ونقلبهم في ديك الدغميره. راه غير البصله، هنا عندي 4 كيلو د البصله ما ضفتش كاع الماء نهائيا. ديك القبيطه د المعدنوس على ما بنتي توجد لي كاع ديك البصله، الله يرضي عليها راها مسكينه صبرت قطع الكراج بارد، كراج بارد، راه نديرو كنزهقو، فوق ما خليتها دير شويه كنمشي للدار ندفى، بارد هنا بزاف. صافي كي ساليت كاع ديك البصله غطيتها وخليتها طيب، مشيت للدار نشوف البنات واش راهم يديروا. هنا من بعد ما صافي طابت، مره كنت كنجي عندها ونشوف، نطل عليها ونشوف ياك ما تلصق ولا شي حاجه، راه فيها السكر، ما لصقت ما حتى شي. كي يكون عندي هكا الطياب كتير كنفضل ندير في الومنيوم، واخا هاد النوع تاع طنجرة الومنيوم ما كيلصقش وغليظه، داك النوع القديم. هنا من بعد ما طابت البنات راه ما زدتش فيها الماء تماما، صافي قطرت الدجاج وبديت وديك البصيله حتى عقدت، صافي بقات غير هي وديك الزبده والزيت تعسلت مزيان. صافي بديت نضيف البيض. هنايا درت هنا 15 بيضه، كنخلطهم مزيان هكا نضربو بالضرب داك البيض، كنبقى نضيف حتى كينشف ونزيد عاود شويه، كون ما ينشف نزيد 5 د البيضات هكذا ولا كثر، حتى نشفت مزيان وخليتها تستقطر. جيت هنا للبنات بديت رميت اللوز
يتقلا خليتها تقابلو، خليت بنتي تقابلو، درت عليه الزيت هكا على البارد، صافي خليتها تقابلو حتى وجداتو مزيان تحمر، صفاتو، أنا جيت عاود نطحنو، صافي بديت كنطحن فيه. اللوز كي كيتقلى على البارد كيجي مقرمش، والقرمشه ديالو كتبقى واخا تبقى يومين 3 ايام يبقى هكاك مقرمش. هكا طحنتو على هاد الشكل هذا البنات، ماشي غليظ ماشي رقيق بزاف. بهاد الطريقه هذه البنات ضفت ليه واحد 5 المعالق سكر كلاصي، واحد 4 المعالق الزبده مذوبه، ومعلقه كبيره قرفه، راه ما صورتهاش كاع، معلقه كبيره قرفه. من بعد خديت داكشي عاود للكراج، صافي غادي نعمر البسطيله ديالي. داك البصله فاش قطرت مزيان بقى منها ديك الجيلاتين وديك شويه نتاع الدهن، درت واحد المعلقه تاع داك الدهن مع اللوز وخلطته مزيان. صافي البنات وجدت الحوايج قدامي، عندي هنا ورقه الفيلو، هذه فاش غادي نعمر البسطيله، لان ما عندناش هنايا ما عندناش ديك الورقه د المغرب اللي كيصاوبوها على المقله اولا كيصاوبوها على البخار، هذيك متينه وزوينه، يعني زوينه، حتى هذه كتجي لذيذه مي رهيفه، صعيبه شويه في الاستعمال هكذا البسطيله وهذا، ولكن كتجي لذيذه ومقرمشه حتى هي كتقضي حاجه. ما يمكنش الواحد يدير فيها البسطيله وتبقى نهار ولا نهار ونص دير تتقطع، هذيك تاع المغرب ما كتقطعش، كتبقى مزيانه. يعني خصك فاش نعمر هذا البسطيله غير بلا ما تشرب ديك الزيت ديالها مزيان ديك الورقه، صافي خصني نخشيها في الفران، يعني ساعه جوج كافيه. هكذا كنتني لهم داك الطرف على جوج باش كي نتني ما نحتاجش نغطيها بورقه اخرى ونبدا نحشيها من التحت، يعني تحت منها تجي شويه صعيبه كتقطع. هذه الطريقه، يعني التفريشه راه الطريقه وحده المعروفه. كنسبق شويه نتاع اللوز، كندير شويه داك الدهن اللي داك الجيلاتين كنزيدو ما كنرمي والو، داك الجيلاتين اللي بقاو هذا راني كنزيدو نعمرو فيها، كتجي لذيذه بزاف، يعني كتجي معتبره في المذاق. صافي وكنزيد ديك البصيله، هذه هي البصله مع البيض، ما كنكثرش البيض بزاف، مي ديك البصله كتذوقيها يعني ما تقوليش واش هذه راه بصله، لذيذه بزاف. صافي ونضيف عليها الدجاج بهذه الطريقه هذه. الدجاج راه لذيذ بوحدو كيطاب بالاخر بالسكر هكا. البسطيله انا نفضل طب بالسكر مع المرقه مع البصله. درت ديك الجيلاتين اللي بقات في الاخر، المهم قسمتها على جوج بسطيلات، درت جوج بسطيلات هكا كبار، وحده لينا حنا الكبار وحده للدراري. بهذه الطريقه هذه صافي وبديت نلمطها. الحمد لله هاد الايام الدراري راهم عطله، تجمعوا النشاط، كلها واش كيعشق يدير. ان شاء الله تكونوا حتى نتوما ناشطين مع وليداتكم بالعطله، مع اللوك داون راه ما كانش فين نخرجوا، غير الا كان شي افلام كلهم يبانوا كنتفرجوا افلام كنديروا دوك الالعاب تاع العائله، كندوزوا الوقت، راه ما كانش فين تمشي، كلشي مسدود. الله يبعد علينا هذا الوباء، كيجيو حتى العطل وهاد الحفلات وهادو كيسدوا كلشي. والحمد لله، ربي كبير سبحانه وتعالى يبعد علينا هذا الوباء باش الحياة ترجع نورمال، الناس يوليو حرين. هكذا البنات استمريت، لمطت هذوك البسطيلات بجوج، غطيتهم وخليتهم جانبا. مرة كيتشهى ولادي هكا البسطيلة ولا الشعرية بالدجاج ديال المدفونة، يعني الحلوة.
كيتشهاوها مرة مرة. كيجي ولدات ما عمرهم نسمحوا في هاد الأطباق اللذيذة المغربية، واخا وليداتنا زعما يبغيو يحاولوا على راسهم والريجيم وهذا مرة مرة كيتشهاو بحال هاد. مشيت عند البنات من بعد ما نمضت وساليت وحطيتهم هكا جانبا للكوزينة، وبديت كنوجد شوية سلاطة، شوية وجدو هما شوية أنا عاونتهم، كنسلق هكا ونوجد لهم داكشي صافي. وخليت بنتي هي اللي تكلفت دارت هاد السلاطة هادي بهاد أنواع الخضر اللي غادي نسبقوهم في الأول. والبسطيلات دياولي درتهم في الفران على 150 درجة تحمروا من داك الشرفيع، كيجيو كروستيون لذاذ هنيين من داك الشرفيع. هذه هي الطريقة ديالي قسمتها معكم، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتشجعوني البنات بالاشتراك وباللايك. ونشكركم بزاف على الصبر ديالكم معايا، نشكركم بزاف على التعاليق الجميلة ورفع المعنوية، يعني شكرا بزاف الله يخطيكم. إلى اللقاء، إلى فيديو آخر إن شاء الله.